اي ست بيت كده شغاله في المشروع ده او حابه تبدا او بتفكري ان انت تبداي ازاي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم بارك، وتعالي كده نشوف الحلقه بتاعتنا ومضمونها النهارده مفيده جدا علشان خاطر كل اللي بيسالني. طيب اول حاجه عملتها النهارده مطلوب مننا كذا تورته، فهشتغل في العجان، واهم حاجه علشان خاطر تبداي مشروع زي كده يكون عندك عجان، بصراحه هيوفر تعب ومجهود كتير قوي. في العجان هنا انا ضفت 9 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كوبايه الا ربع من الميه، معلقه كبيره من الخل، معلقه ونص من الفانيليا السائله، معلقه ونص صغيره، رشه ملح. وهبدا ان انا اشغل المضرب بتاع العجان كويس جدا عليهم لحد ما الخليط يتضاعف حجمه واللون بتاعه يكون فاتح معانا ويتكون خليط كريمي كده. بالنسبه لنوع العجان اللي عندي فهو كنود 1200 واط. بالنسبه للاسعار يا جماعه انا ما اعرفش اسعار خالص لانه عندي بقاله فتره. طبعا ضفت رشه الملح، وقبل ده كله ولعت الفرن على اعلى درجه حراره. تمام. هبدأ بقى ان انا انزل الخليط الزايد اللي على المضرب، وهجيب صينية مقاس 40 في 60، ده اللي هو الصاج المستطيل 40 في 60 اللي هو الحرف بتاعه واطي. دهنته من الزيت وحطيت فيه ورق خبز بالشكل ده، وهبدأ ان انا انزل الخليط. الصاج ده انا هخبزه يا جماعة مرتين. تمام. لان مطلوب مني كذا تورتايه مقاس 18، وغير كده كمان مطلوب مننا تورتايه مقاس 30 في 40. فركزي معايا وهاتي ورقه وقلم علشان خاطر اللي حابه تبدا. معلش ما هو انا بيجيلي رسائل كتير قوي على الخاص، انا بجاوب من خلال الحلقه. ركزوا معايا في الحلقات وباذن الله الموضوع مش صعب. واللي بيقول لي علمينا، والله انا نفسي لسه بتعلم، بتفرج على فيديوهات كتير حلويات وبتفرج على فيديوهات كتير تزيين كيك علشان خاطر الموضوع يكون سهل بالنسبه لي يعني. فانت تابعي برضو وتفرجي، وباذن الله تستفادي مني ومن غيري طالما حاطه الموضوع في دماغك وعايزه تبداي. خلاص انا هبدأ بقى ان انا اوزع الخليط بالشكل ده كده. دايما بقول لكم ما فيش اي حاجه صعبه، انت بس بتتوكلي على الله وبتقفي في المطبخ كده وتسمي الله وتقول اللهم بارك وتدعي ربنا انه يبارك لك في رزقك. وما فيش حاجه بتيجي بالسهل يا جماعه، يعني لازم تتعبي علشان خاطر تلاقي، يعني زي ما بنقول. خلاص هنا انا وزعت الخليط، هخبطه خبطتين كده على رخامة المطبخ، وادخل الصينية دي الفرن على اعلى درجة حرارة على الرف اللي في النص ربع ساعة او اقل، بتخرج معانا وبتكون تحفة جدا. وهي في الفرن بقى هبدأ ان انا اعجن الصاج اللي هو او الصينية اللي هي مقاس 30 في 40. فانا هعمله نص فانيليا ونص شوكولاتة. تمام. النص بقى الفانيليا هيكون معايا 6 بيضات، نص كوباية من المية، رشة ملح، معلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة فانيليا، ونص كيلو من دي سبونج الشوكولاتة. هبدأ ان انا اعجنه كويس جدا. والصينية بقى انا عندي اللي هي مقاس 30 في 40 المستطيلة، وزي ما انتم شايفين كده دهنتها زيت وبطنتها بالورق. هبدأ ان انا انزل اول نص اللي هو الشوكولاتة زي ما حضراتكم شايفين، وهحاول على قد ما اقدر بقى يعني الخليط ما يتفردش معايا في الصينية كلها لان عايزاه نص ونص. التورته دي يا جماعه يعني بصوا الاراء عليها بجد فرحتني جدا جدا وبسطتني قوي، ان هم كانوا مبسوطين ان هي قد ايه مخدومه وان هي قد ايه طعمها جميل وشكلها كمان حلو. فالحمد لله بحاول على قد ما اقدر والله اطلع الحاجه من عندي على اكمل وجه علشان خاطر اللي ياخدها يكون مبسوط منها ويطلب مني مره تانية. وطبعا في الاول وفي الاخر لازم نكون فاهمين وواعيين ان يعني مش الكل هيتفق عليكي، في ناس هتعجبها حاجتك وناس مش هتعجبها، والاكل طبعا اذواق. هنا بقى كنت ضربت النص التاني اللي هو خليط الفانيليا برضو 6 بيضات، نص كوباية من المية، رشة ملح، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كيلو دي سبونج فانيليا. وضربته كويس في العجان وحطيتهم جنب بعض بالشكل ده كده. وهبدأ بقى ان انا ايه اوزعهم كويس جدا. هخبط برضو الصينية خبطتين على رخامة المطبخ، وهدخلها الفرن اول 10 دقايق على اعلى درجة حرارة، وبعد كده هدي النار على درجة حرارة 180 ونسيبها بقى تستوي مع نفسها. تمام. هنا كمان كان مطلوب مني تورتايه تانية مقاس 16، لا مقاس 18 برضو على ما اعتقد اللي هي الفانيليا. انا مقاس 18 بعمل له ربع كيلو، ومقاس 16 بعمل له ربع كيلو. ربع كيلو دقيق السبونج، ركزي برضو واكتبي في ورقه علشان تكوني فاكره. ربع كيلو دقيق الاسبونج عليه 3 بيضات، ربع كوبايه من الميه، رشه ملح، نص معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه صغيره من الخل. وهضرب كويس جدا في العجان. وهنا جهزت الصينيه مقاس 18 ودهنتها برضو زيت وبطنتها بالورق بالشكل ده.
وهحط فيها الخليط. فايدة الورق هنا ان هو بيكون سهل عليكي ان انت تخرجي الكيكه من الصينيه، وكمان دايما بيحافظ عليها ان هي تفضل طريه يعني. فهحط بقى الخليط. الصواني العاليه يا جماعه بتاخد ساعه، من ساعه لساعه و10 دقايق في الفرن، تمام. لكن بالنسبه للصيجان اللي هو صاج 40 في 60 اللي انا شغلته الاول ده، ربع ساعه او 17 18 دقيقه بالكتير، او بتكون خرجت معانا وبتكون زي الفل. خلاص انا حطيت الخليط بقى، وتعالوا موريكم الكيكات بعد ما استوت. ده الصاج اللي هو 40 في 60. اول ما خرجت معايا غطيتها بكيس كده وغطيتها بفوطه علشان خاطر تفضل معانا طريه، وهحط عليها الورق ده بقى على ما اجي ازينهم الصبح. يكون الورق ده لزق في الوش اللي بلزق، فما تعبش بقى وانا بشيله. طبعا بروح قلبه الصاج على رخامه المطبخ، وابدا ان انا اقسم واقطع مقاس التورت زي ما انا حابه. التورت اللي كانت طالعه النهارده كان مقاس 18 بالف هنا وشفا اللي اخدها، واللهم بارك يا رب، ربنا كده يا رب يبارك لهم فيها ويجعل كده شغلنا عسل في بقهم. المهم ببدا بقى ان انا اسلك الكيك من اطراف الصينيه بالشكل ده كده، وعلى طول بقلبها بقى على الرخامه بالشكل ده. بصوا، في الاول بتحس ان خطواتك تقيله وتحس ان الموضوع صعب عليكي، لكن لما من الممارسه بقى بتبداي انك يعني تخفي نفسك كده زي ما بنقول يعني. خلاص انا ما شاء الله زي ما انتم شايفين الكيك طري وحاجه كده بجد تحفه. هسيبه بس يهدى ويبرد تماما. يفضل طبعا ان انا اكون خبزاه من بالليل، لان بقوم تاني بقى يوم الصبح رايقه كده ان انا ازين بس. دايما انا بعمل كده يعني. هنا بقى طبعا الصينيه مقاس 18 في الفرن، فيها الكيك اللي هو الفانيليا، وعندي العلبه دي مقاس 18. انا بقيس القطر بتاعها طبعا. فلما لقيتها مقاس 18 قلت قوي حلوه قوي كده، والله ربنا بيحبني يعني، علشان خاطر انجز وقت واقطع الكيك بتاعي بالمره. فانا بحط القاعده بتاعه العلبه على الكيك بالشكل ده، وببدا ان انا اخد المقاسات بتاعتها بالسكينه، وهطلع ما شاء الله الصاج ده تقريبا هيطلع لي تورتايه وطبقتين. انتوا فاهمين؟ يعني ما شاء الله هقطع تورته انا بعملها 3 طبقات، وكمان هيكفي نص تورتايه. يعني انا بخبز الصاج ده مرتين، بيخرج لي ما شاء الله 4 تورت مقاس 18. 4 مظبوطين يعني، ولا طبقة مهرية ولا طبقة مهربدة ولا انت بتحطي في النص هري ولا الكلام ده كله خالص. انا بعمل الطبقات على بعض، واللي بيتبقى من الكيك بطلع بيه كبات بصراحة يعني. والكبات بتتباع لان سعرها، انا ببيع الكب او الكوباية ب10 جنيه. فما بتكونش من بواقي الكيك بقى، لا دي بتكون من كيك نفسه يعني، مش من حرف كيكة ولا من تقطيع ولا الكلام ده كله. دي كيكة كيكة يعني. دي اول طبقة. هبدأ بقى ان انا اخرج كل الطبقات بالشكل ده كده، وهبدأ بقى ان انا اسيب الكيك بتاعنا يبرد. بس تعالوا بقى نوريكم الصينية اللي هي مقاس 30 في 40. وادي كمان ما شاء الله الصينية اللي هي الفانيليا. بصوا الكيك طالع مرتفع ازاي. اهم حاجة الكيك يدخل على اعلى درجة حرارة اول 10 دقايق، وبعد 10 دقايق هنخلي الفرن على 180. ده بالنسبة للصواني المرتفعة اللي زي كده. كتير قوي سألني ده الكيك بتاعك ما شاء الله مرفوع. بصوا يا جماعة، انا الفرن ما شاء الله اللهم بارك متظبط، الحراره بتاعته كويسه، وما شاء الله زي ما انتم شايفين المكونات بنمشيها بالورقه والقلم علشان خاطر يخرج معانا الكيك مظبوط. وادي ما شاء الله الكيك اللي هو 30 في 40. بصوا حاجه كده تحفه. نسيب بقى الكيك كده لتاني يوم. انا هزين معاكم الكيك ده ان شاء الله عشان خاطر بس ما اطولش عليكم الحلقه اكتر من كده. تعالوا بس كده اقطع معاكم السبونش الفانيليا. انا خليت المنشار على 8، كان في الاول على 9. فبصراحه قلت لا، بعد كده هخليه على 8 علشان خاطر الكيكه تكون يعني طبقتها تخينه كده وحلوه. المفروض بصراحه كنت استنى على الكيك ده يبرد، بس انا افتكرت ان الاوردر ده اتطلب مني وقت يعني، معلش اعملي لنا التورت وهناخدها في وقت معين يعني. فانا كنت عجنت التورت الصبح، وبدات ان انا ازين فيها يعني على الساعه 10 تقريبا. فما شاء الله اللهم بارك، ده شكل الكيك من جوه بألف هنا وشفا. استنونا في الحلقه اللي بعد ده على طول هنزين.